اهلا بكل احبائي الموكوسين اللي عايشين في المنطقه المنكوبه دي من الكوكب. انتوا عارفين انكم تستاهلوا عشان مطنسين. اقول لكم لايك، اقول لكم سير، مفيش. يا معدوم اللايك والسير. بس برضه بحبكم، عشان كده جايب اخبار من الاخر. انتوا عارفين ان انا اتعينت شيخ المسجد اللي جنب البيت. اتصلوا بيا تعالى خد خطبه الجمعه. قلبي وقع في رجلي، استر يا رب، ده لسه مغليين البنزين والسولر، يا ترى هيحصل ايه؟ قمت رايح سلموني خطبه الجمعه بقراها كده عن المحبه. قلت له باسا في حاجه غلط، ده من عيد الفالنتين. قال لي هي دي الخطبه غورياض. خدتها وغلط، بس لما قريتها اقتنعت. بس نصيحة لكل واحد هيوز وسطانه انه ينزل يصلي الجمعة. سيب مرارتك في البيت وتعالى بالبيض مسلوق. دي نصيحة لوجه الله. بصراحة الخطبة مقنعة. السؤال، هل اسعار البنزين زادت؟ اسعار السولر زادت؟ يعني خلاص المواصلات دلوقتي مستحيل نقدر نركبها؟ الاجابة ايوه. انا لازم اقول الصوت. بص احنا نعرص نكذب لا، مستحيل على رقبتي كده هو لما نكذب. مستحيل الاسعار زادت بتاعت البنزين والسولر. طب ايه الحل؟ بسيطه، المحبه. حتى امك صدقني هي المحبه. نركبها لايام زمان. لا مش ايام زمان نركب حمير، حتى البرسيم غالي ما ينفعش الكلام دوت. لا نرجع للكلام بتاع اجدادنا بتاع زمان. احنا نسيل بعض. ايوه نسيل بعض، الشعب يركب بعض، ده الحل. نسيل بعض، كل واحد يسيل اخوه وجاره، يسيل المواطن يسيل اخوه المواطن. يلا اذبح يا شعب. ودي فرصة، صدقوني دي فرصة هيتعرف فيها مين الصادق من مين اللي كذاب وكان بينصب. يعني انت مثلا لما جه يتجوزك قال لك ايه؟ هسيلك على كفوف الراحة. اقفز اهي جه وقتك يسيلك بقى. مش قلت لها اسيلك على كفوف الراحة؟ سيل بقى، سيل مراتك الربع طن. اتفضل يا بيه، اتفضل وريني سلسلة ظهرك هتستحمل ايه ولا ايه؟ اتفضل. ولا كنت بتكذب؟ ولا شفتي بقى انت مثلا امك اللي زلاك وكل ما تتخانق معاك تقول لك انا سيلتك في بطني 9 اشهر، روح قول لها يا حاجه كملي جميلك وتعالي سيليني دلوقتي بقيه العمر. يلا مش انت عماله تقولي ليل نهار سيلتك في بطني 9 اشهر؟ حضرتك مثلا يعني مستعجل وعايز تروح الجامعه ومعاكش فلوس للمواصلات، خبط على جاركم عمو فاكر ايام زمان يقول لك يا ما سيلتك وانت صغير. قول له تعالى سني وانا كبير بقى عشان انا مستعجل ورايا محاضره. على طول كده نسيل بعض يا ناس، نسيل بعض. فيها ايه لما الشعب يركب بعض؟ اذبح يا شعب. والكلام دوت هيكون فايده كبيره للناس اخواتنا اللي بيسيلوا اذبح. دي فرصه لما الشعب يركب بعضه، دي بالنسبه له فرصه. هيبقى هوايته بقت هي محل رزقه. ده بقى بالظبط مش هيصير نفر، لا ده هيتحول لميكروباص 14 راكب. بس حذاري عشان ما تقولوش ان انا ما نبهتكوش. اوعوا تفتكروا ان دي اخر الاحزان. احنا خلاص احنا موافقين، غلوا الاسعار، مفيش مشاكل، غلي كل اسعار المواصلات عادي. مش لما غير البطاطس قلنا بلاها بطاطس، غليت الباميه قلنا بلاها باميه، غير الاكل كله قلنا بلاها الاكل كله. ناكل ورق الشجر ام هم قاطعين لنا الشجر مش لاقيين حاجه ناكلها وبرضه لسه عايشين غلاسه. يعني برضه لسه عايشين بس مش سايبينك في حالك. برضه ده اللي هيحصل. الشعب كله هيسيل بعضه، كلنا هنركب بعض. فاكر ان دي نهايه الاحزان؟ ابن الاحبه هيبص كده هو يقول الشعب بيسيل بعض. يعني ممكن يكونوا بيسترزقوا. المواطن اللي شايل اخوه على كتفه دوت ركب له نمر وطلع له ترخيص ويدفع ضرايب. معلش ما انت سايل يعني زي التاكسي، وهيلزمك انك تلبس تيشيرت ابيض في اسود تاكسي وتركب عداد. ويا ويلك لما تكون شايل واحد كده على كتافك ومش رابط الحزام بتاعك، على طول دي مخالفه. اما بقى لو كنت شايل مواطن وزنه خفيف وانت صحتك حلوه وماشي تمد كده هوت، هتتاخد مخالفه سرعه زياده. الرادار هيقفشك، الرادار هتدفع. يلا اذبح يا شعب. وطبعا الناس كانت عماله تدور على الابازيزي عشان تدعي عليه. انما اللي قال القرارات ديت رئيس الوزراء اللي ما كانش بيطلع له صوت، اللي هو يعني خجول كده ويعني اكتر خجلا من البت الشمالي اللي مقفوشه اداب، انما طلع له صوت وقال كده. ليه هو بيقول الكلام ده؟ ابازيزي عمل له تفويض.
معقوله ابا زيزي عمل له تفويض؟ وطلعت اشاعه ان يا رب يا رب يا رب يا رب ان ابا زيزي اتاكل، بس طلعت اشاعه كذب. طب ليه طلعت الاشاعه وليه عمل له تفويض؟ انا اقول لك ابا زيزي ده ساقي، ما يغركش ان هو كده. لا 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 لا. انت فاهم ازاي؟ ده رومانسي وبتاع حريم. اي انت عارف رفعت البنطلون دي عشان يدفي قلبه دافي بالحب. دي قاعد بديله وكان بيفكر يتجوز على ام انتظار. هي جالها خبر جاي راجع البيت، قامت قافله باب القصر. قالت عبده غور مكاننا، رجعت انت خلاص انتهيت من حياتي، انا اعتبرتك مت. الناس سمعت الكلام دوت قاموا طالعين الاشاعه. لا يا نصرة الكلام ده كده. قالت له خلاص انت مت، انا دلوقتي هعمل عزا. وفي بصراحه ناس اتكلموا عليا، ناس اتكلموا عليها مش معنى طالبين ايديها، اتكلموا عليها يعني بيقولوا البوليه دي هي اللي صفت البلد في كرسها وعماله تجيب المضاد، بيجيبوا سيرتها يعني، الناس بيجيبوا سيرتها. قلت له في ناس متكلمين عليا خلاص، وانا ساريه لسه فستان اسود وطقم الماظ هلبسه في جنازتك. انتهى الموضوع. وقامت طرداه بره، واخد بالك، وقالت لهم ايه؟ قلعوه حتى البدله اللي عليه، خرج بالفانيلا واللباس. طبعا اتكسف. كان ممكن يخرج يستري زي اي انسان محترم، اديك قلت زي اي انسان محترم ان ده الابا زيزي. قال لا ما استريش، انا هعتمد على نفسي. وابتدى يسحت عشان يجيب حاجه تستره. كان ممكن يستري، ابتدى يسحت، وعشان كده بناخد قرض من صندوق البنك الدولي. اخر شويه عمل تفويض لرئيس الوزراء عبال ما يكون نفسه ويجيب لنفسه هدوم بدل اللي خدتها نصره. ابتدى يطلع لايفات على التيك توك. ايوه بيقول اسد يا رب كبسوا رافع لنا الباس لغايه هنا اهوت، وحاجه قبيحه جدا وناس متعاطفه. وابتدى يقول هو الناس اللي على التيك توك دول بتكسب، فكروني عشان ناخد منهم ضرايب. نصرة شافته طالع لايف على التيك توك والهدايا نازله عليه، على السماعه قالت له تعالى بسم الله ما شاء الله دي ماشيه معاك زي الفل. ابو قسم نقسم سوا يا عبده، نقسم سوا. انت لميت كام؟ قال لها طب خلاص اديني الهدوم. قالت له هدوم ايه؟ لا الهدوم اللي كانت في الدولاب. قالت له لا ايه رميتيهم؟ قالت له رميتهم؟ قطع لسانك، انا بعتهم جبنا حلق لبنتنا ايه، حلق صغير الماط كده لبنتنا ايه. وبعدين انت خلاص بسم الله ما شاء الله بتشحت وبتطلع كمان لايفات تيك توك، يعني ربنا فتحها عليك. هتبص بقى للكام هدمه اللي انا بعتها، بصص لنا في اللقمه اللي بتاعتنا يعني يا ابو زيزي. اتكسف على نفسه بصراحه، وابتدى هو بيكون نفسه وان شاء الله، واللايفات ماشيه معاه نار. اما القرض اللي خده انت هتسدده. انت في ايه؟ هو اشترى بيه هدوم؟ لا ما اشتراش بيه هدوم يا جماعه. هو مش بياخد القروض دي عشان اما انتظار. يعني ايه؟ يعني معلش يعني يصغر قدامها. انت شفت بتعاملوا ازاي؟ انت اقل غلطه بترميه بره بالفانيلا واللباس. فنستحمل بعض، وزي ما قلت لك خلاص احنا كلنا لازم نرجع نحب بعض، نشيل بعض، نركب بعض. أبح يا سعد.